الابتشر وهي فتحة العدسة وازاي بتأثر على الفوتج بتاعتك. مساء الفل، ازيك يا مليونير منك ليه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ في فيديو النهارده هنتكلم عن فتحة العدسة وازاي بتأثر على الفوتج بتاعتك، وبيرمز للرقم بتاع فتحة العدسة بحرف الاف او بيسموه الاف ستوب، وبيبقى مكتوب على جسم العدسة وفي الغالب بيبقى في الجزء الامامي منها، واحيانا بيبقى من فوق على حسب نوع العدسه والشركه بتاعتها. وفي علاقه عكسيه بين الرقم بتاع حرف الاف وفتحه العدسه نفسها، بمعنى ان كل ما الرقم ده كبر كل ما فتحه العدسه صغرت، لكن لما الرقم ده بيقل فتحه العدسه بتكبر. انا حاسك كده تهت مني فركز معايا دقيقه. يعني باختصار كل ما الرقم بتاع الاف يبقى صغير يعني 1.2 او 1.8 تبقى فتحه العدسه كبيره، لكن لما يبقى رقم الاف كبير سواء 22 او اكبر تبقى فتحة العدسة صغيرة خالص. كده فهمنا فتحة العدسة هي عبارة عن ايه وعلاقتها بحرف الاف او الرقم بتاع حرف الاف. تعالوا نفهم تأثيرها على الفوتج بتاعتنا بيبقى عامل ازاي. اول تأثير بتعمله فتحة العدسة ان كل ما حرف الاف يبقى صغير فطبعا اتفقنا فتحة العدسة تبقى كبيرة، فبالتالي بتدخل ضوء اكبر للسنسور او كمية الضوء اللي داخله للسنسور بتبقى اعلى. لكن كل ما رقم الاف يكبر فبالتالي فتحة العدسة بتصغر عشان العلاقة عكسية قلنا، فبالتالي الإضاءة اللي داخلة للسنسور بتقل فصورتك بتضلم أكتر. في حد ممكن يجي يقول لي طب ما أنا أسيب فتحة العدسة على أكبر حاجة عشان تدخل لي إضاءة كبيرة للسنسور. أقول له ماشي كلامك صح، في حاجة هتحصل معاك أنت مش واخد بالك منها. لما تروح تصور تحت أشعة الشمس هتلاقي الإضاءة بتاعتك عالية جدا، فغصبا عنك هتضطر تصغر فتحة العدسة، لأن بعد كده لما نعرف الأيزو والشتر سبيد هتعرف ليه مش هنحب نلعب في دول كتير. فتحة العدسة هي يعتبر أكتر وحدة بنلعب فيها أو بنصغرها أو بنكبرها على حسب ظروف الإضاءة اللي بنصور فيها. لما أروح أصور في ظروف إضاءة بتاعت الشمس الإضاءة بتاعتها عالية، فأنا كمان معلي فتحة العدسة فمدخل إضاءة أكتر للسنسور، فتطلع الصورة بتاعتي اوفر اكسبوز، هتطلع لاسعة خالص مش عارف اظبط فيها حاجة. فبالتالي اول حاجة هتلجأ ليها عشان تظبط الاضاءة بتاعتك انك تصغر فتحة العدسة. فعشان كده ما ينفعش تسيب فتحة العدسة على اصغر رقم، لازم انت تتحكم فيها على حسب ظروف الاضاءة اللي بتصور فيها. تأثير رقم 2 اللي بتعمله فتحة العدسة، كل ما رقم الاف يبقى صغير وفتحة العدسة تبقى واسعة بيديك تأثير الدبس اوف فيلد او عمق الميدان، وده عبارة عن ان يبقى الخلفية بتاعتك بلور، لكن انت العنصر الاساسي اللي بتصوره يبقى في الفوكس كله، والخلفية بتاعته بتبقى بلوري مش باينة، او بيطلقوا عليه تأثير البوكيه، ان هو الخلفية بتاعتك معزولة او مش باينة في الوضوح الكامل لكن العنصر الاساسي باين وضوح كامل. ودي بتحصل لما يبقى بتصور على اصغر رقم اف ستوب، يعني فتحة العدسة واسعة وبيبقى في مسافة بين العنصر الاساسي والخلفية، فبتبقى معزولة عن الشخص نفسه او عن العنصر الاساسي بتاعك اللي انت بتصور. تعالوا نشوف تأثير فتحة العدسة على الكاميرا بتاعتنا ونشوفها هتأثر ازاي على الفوتج. كده هنشوف مع بعض تأثير فتحة العدسة على الفوتج بتاعتنا. الكورة دي او الوش ده هو الان فوكس، والخلفية بتاعته بلوري او معزولة، وكده اكبر اضاءة داخلة للسنسور، لان حرف الاف اللي هو ده لو انتوا واخدين بالكم منه 3.5 ده اقل رقم من فتحة العدسة بتاعتي او اللي جاية مع الكاميرا السوني ZV-E10. لو بدأت أكبر فتحة العدسة بالشكل ده الإضاءة قلت، ده أكبر رقم ليها F22 اللي هو رقم الإف بقي 22، فطبعا الصورة ضلمت خالص ومفيش حاجة باينة في الإضاءة. أنا هفتحها بس من حاجة تاني عشان أوريكم كده إن بقيت كل حاجة إن فوكس. دي بتستعمل لما أصور لاندسكيب، أصور مناظر طبيعية، فلما أصور مناظر طبيعية أنا عايز المشهد كله بتاعي إن فوكس، كله حاجة باينة فيه، يعني كل حاجة في الصورة بتاعتي تبقى باينة وواضحة. لكن لما أصور بروجكت معين أو عنصر معين زي الكورة دي عايزه هو بس إن فوكس، فأنا أروح مقلل فتحة العدسة على الآخر أخليها هي أكتر رقم أقل رقم عندي عشان يعمل لي عمق في الميدان او ديبث اوف فيل. يعني كده لو واخدين بالكم الخلفية ورا بقت معزولة هنا مش باينة، لكن الكورة هنا هي اللي واضحة. والى هنا اعزائي المليونير لقد انتهت جرعة دوبامين تعلم لهذا اليوم، انتظركم في جرعة اخرى، الى اللقاء.